اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب، تتفتح بها الأرزاق وننال بها الرضوان، وتجزينا بها في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. صباح التفاؤل والسعادة والمحبة على أحلى أخوات في الدنيا كلها. عملنا المحشي مع بعض على القانون، ودي كان نتيجة القانون الحلة زي ما انتم شايفين. خلاص كده تقريبا باظت. طبعا قلت لولادي يغسلوها، أميرة قالت لا طبعا أنا مش هغسلها، وفرح كمان قالت وأنا كمان مش هغسلها. الحلة دي آخرها يا ماما تترمي. قلت لهم ارميها ازاي؟ ده الحلة دي بقالها عندي 22 سنة، دي بتاعت فرحي، والحلة دي غالية عليا، عمري ما ارميها. قالوا لي ده الحلة دي خلاص باظت واتهببت واستحالة اللي هي تنضف. قلت لهم انا هنضفها وهتشوفوا النتيجة في الآخر. قالوا لي ورينا هتنضفيها ازاي. بعت فرح عند بتاع المنظفات ب5 جنيه بس، جابت لي مكون هيخلي الحلة دي مراية. تعتقدوا ان الحلة دي هتنضف ولا هتفضل زي ما هي كده متهببة كده ومحروقة؟ هي تقريبا كده اتحرقت من ورا. تعالوا كده هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد علشان ربنا يبارك لنا في كل حاجة بنعملها. وادعوا لي كده وقولوا ربنا يعينك يا ام اميره. هغسل الحله الاول من جوه لان هي قلبها مش وسخ، مفيهوش حاجه، يعني هي نظيفه. لان طبعا انا بدعك الالمونيا بتاعتي، وكل اللي بيدخل عندي طبعا بيبقى عاوز يسالني الالمونيا بتاعتك بتلمع ليه. دي الحلل الشاورما دي بتاعت زمان، ألمونيا زمان دي لا يعلى عليها. طبعا الحلل دي كانت بتاعت فرحي، وطبعا أنا متجوزة من 22 سنة، يعني باستخدمها وزي ما انتم شايفين دايما بدعكها وبخليها زي المراية. أنا كنت مسوية فيها المحشي معاكم على الكانون. طبعا من أول ضحكة كده زي ما انتم شايفين الحلة هتكون بتبرق لأن دايما بلمع الألمونيا. كمان ببدأ اللي أنا من وقت للتاني كده، حتى لو الحلة المركونة عندي بنزلها كده وبلمعها علشان تفضل بلمعتها وتضوي. لأن ساعات بيتراكم عليها كده من بخار البوتاجاز، بتيجي على الحلة كده وتحس الحلة مطوسة. هدعكها كده الأول من جوه، باخد بالسلكة كده من العلبة اللي أنا حطاها ديت. طبعا المكون بتاعي دوت رهيب جدا، هيخلي الحلة دي أكني لسه جايباها من المحل حالا. هتعتقدوا اللي هي هتنضف ولا زي ما العيال قالوا لي هرميها؟ هنشوف مع بعض في آخر الفيديو. طبعا بشكر كل الناس اللي بتدخل عندي على القناة وبتدعمني وبتشجعني، وكمان بتكتب لي كومنتات إيجابية. وبشكر برضو كل الناس اللي بتدخل عندي على القناة. بس يا ريت بلاش الكومنتات السلبية يا جماعة، احنا اخوات بنساعد بعض، بلاش نتكلم كلام يزعل بعض. يعني بلاش الكومنتات اللي ملهاش لازمة. هدعك كمان الحلة كمان ضحكة كده من قلبها، لأن طبعا أنا بحب الألمونيا تكون بتلمع وتكون بتبرق كده، يعني تكون منورة تشوف وشك فيها. طبعا وبدعي لهم يعني ربنا يكبر بخاطرهم زي ما بيكبروا خاطري بالكلام الجميل دوت. وطبعا بشكر كل الناس اللي بتدعم أميرة وعاوزة أكبر لها قناتها. هبدأ كده برضو. طبعا أنا كل ما بمسك الحلة ايديا بتتملي من الهباب، والهباب ماسك جدا في قلب الحلة من ورا ومبهدل الدنيا يعني. بس طبعا مش هسيب الحلة غير لما اوريها لكم، والنتيجة ان شاء الله هتبهركم. هي كده من قلبها نتفضل، غسلتها من قلبها الأول علشان السلكة هتتملي من الهباب دوت، ومش هتنضف القلب بتاع الحلة. طبعا احنا بدأنا بالقلب، نبص بقى على الظهر بتاع الحلة، فرق شاسع طبعا. يلا ربنا يعيننا بقى، وربنا يعينك يا ام أميرة كده ويقويكي على دعك الحلة دي. انت مستخسرة ترميها بس يلا بقى مش مشكلة. طبعا الولاد واقفين وبيقولوا لي لا ورينا بقى انت كده وشطارتك، ورينا شطارتك فيها. مش مقتنعين الا انا هنضف الحلة دي وهخليها لهم لكنها لسه جاية من المحل حالا. هبدأ كده أستعين بالله كده وأسمي الله وبكل قوتي كده، وهبدأ أدعك في الحلة. طبعا الهباب دوت عاوز ضغطة شوية بالسلكة، بس طبعا المكون بتاعنا مكون سحري زي ما انتم شايفين. الحلة بتتشال معايا الهباب بكل سهولة. طبعا لو الحلة اللي بتهبب كده، حتى لو البوتاجاز عندك بيهبب والحلة اللي ما بتدعكش كويس،
مرة على مرة بيبدأ الحلل من برّه تكون فيها قطع من السواد أو من الحروقات ديّة، ودي بتخلّي منظر الحلة بصراحة وِحِش جدًا. باورّيكم من أول ضحكة كده بالسلكة، ضغطت بالسلكة على الحلة كده، والمكون بتاعنا النهارده الرهيب دوّة خلّى الحلة زي المراية. طبعًا في الوقت ده هُم واقفين ومش مصدقين اللي الحلة نطفت، بيقولوا أمّا نشوف في الآخر معقول والقعر بتاع الحلة من ورا ده هينضف؟ قُلت لهم هتشوفوا دلوقتي كل حاجة هتنضف، الحلة كلها هتكون زي المراية. طبعًا قالوا لي: "طب ورينا يالّا كده قوتِك وصحتِك كده." قُلت لهم: "الحمد لله ربنا هو اللي بيعين." والحلة دي هارجّعها جديدة، ده الحلة دي عاشت معايا أكتر ما أنا عِشت عند أهلي. يعني بقى لي أنا متجوّزة وأنا عندي 18 سَنة، والحلة دي بقى لها 22 سَنة عندي. يعني قعدت معايا أكتر ما أنا قعدت عند أهلي. طبعًا أنا باحتفظ جدًا بالحاجات ديّة، وما باحاولش إن أنا أفرّط فيها أو كمان إن أنا أبهدلها. أنا من وقت للتاني كده بانزّلهم وبادعكهم وباغسلهم، ما باحبش أطبخ بصراحة إلا في الحلل الألمونيا. لكن ولا باحب التيفال ولا الجرانيت، أكلهم باحس اللي هو ما لوش طعم كده. هو صحيح ما بيلزقش، لكن الألمونيا بتكون لها نَفَس تاني ولها طعم تاني خالص، زي الأكل اللي إحنا اتعودنا واتربينا عليه. ومن وقت للتاني كده بابِل السلكة من العلبة وآخد على طول وأدعك، زي ما أنتم شايفين ما شاء الله الحلة بقت في إيدي زي المراية. لو لسه بتتفرجوا معايا حطيتوا اللايك والّا لسه؟ حطوا اللايك بقى كده واكتبوا لي كومنت بالصلاة على سيدنا محمد، علشان ربنا يبارك لنا في كل حاجة بنعملها. وشيروا الفيديو ده مع أصدقائكم علشان طبعًا الكل يستفاد منه. لو انتم عندكم حلة بالشكل ده هتنضف ازاي، هقول لكم في آخر الفيديو على المكون الرهيب اللي أنا جبته ب5 جنيه بس من عندي بتاع المنظفات. طبعًا أنا كده دعكت الجناب ودعكت الحلة من جوّه، باوريكم الفرق بين الحلة من جوّه ومن برّه، والقاعدة أو الضهر بتاع الحلة. طبعًا أنا باقفل إيدي وبادعك باستيكة ضغطة جامدة، بتطلع معايا بكل سهولة، زي ما أنتم شايفين ما شاء الله ممتازة جدًا. من وقت للتاني كده بابِل السلكة بس، وبابدأ على طول أضغط ما شاء الله الحلة رجعت زي الأول وأحسن كمان، ممتازة جدًا. طبعًا هُم دلوقتي هيتفاجئوا بيها وهيتبهروا ومش هيصدقوا اللي أنا عملته في الحلة دي. هُم كانوا مفكرين إن أنا هاروح أغسلها وهاجي أورّيها لهم هالاقيها لسه مهببة كده ومحروقة من برّه، وهيقولوا لي خلاص بقى استعوضي ربنا فيها، أنتِ اللي عملتِ المحشي على الكانون وصممتِ تأكلينا محشي الكانون وتقولي لنا هنأكلكم أكل من بتاع زمان. قعدوا يقولوا لي: "مين اللي هيغسل الحلة دي، كان ماله البوتاجاز، ما كنا عملناها على البوتاجاز وخلاص." قُلت لهم: "أنا هأكلكم بقى شوية محشي ما كلتوهمش في حياتكم." قالوا: "والحلة مين اللي هيغسلها؟" قُلت لهم: "هاغسلها أنا." طبعًا هُم هيتفاجئوا دلوقتي وهيتصدموا بالحلة دي واللي أنا عملته فيها. طبعًا هاغسلها كمان مرّة علشان كده أخلّيها بتبرق كده من كل الاتجاهات. باخدها كده من الحَز. طبعًا دعك الألمونيا أول بأول بيخلّي دايمًا الألمونيا بتلمع كده وبتبرق، وبيكون كمان لها نَفَس حلو جدًا في الأكل. يعني حتى أمّا بنعمل فيها الأكل بيكون الأكل له طعم مميز. على فكرة أنا أمّا باكون عندي غاسلة المواعين وآجي أطبخ فيها، قبل ما باطبخ فيها بادعكها كمان قبل ما أستخدمها مرّة تانية حتى لو هي نضيفة. باحس إن الأكل بيبقى له طعم وله ريحة كده أحسن ما تكون يعني الحلة مركونة، باحس إن الأكل ما بيكونش له طعم. ما بالِك بقى الناس اللي بتكون بتعمل في التيفال والجرانيت وتغسلها بالليفة والسفنجة والحاجات ديّة. بصراحة هو ما بيخلّيش الأكل يلزق، لكن حقيقي ما بيكونش له طعم. وأميرة بنتي زيي بتطبخ في حلل الشاورما،
لو أنتم كنتم تابعتم فيديوهاتها وهي في الشقة قبل ما تنقل للبيت اللي هي راحت فيه دوّة، كانت دايمًا بتعمل روتينات في المطبخ، وكانت بتدعك الحلل وهي بتطبخ، كانت بتكون الحلل بتاعتها زي المراية، بصراحة جميلة جدًا. قالت لي: "يا ماما أنا ما باحبش إلا أكل الألمونيا زيِّك، لكن التيفال والجرانيت والسيراميك ده كله عنده تحت السرير." قالت لي: "لأ، أنا الأكل ما بيلزقش بس ما بيكونش له طعم زي الألمونيا، لكن الألمونيا لها شمخة كده وريحة والأكل بيكون له طعم مميز أحلى من الحلل أو الأطقم الجديدة دي." طبعًا البنات بتستسهل بقى علشان الغسيل وما يوجعوش دماغهم، لكن طبعًا إحنا اتعودنا على الحلل الألمونيا ديّة، وعودت عيالي عليها أمّا باجي أجهّز باجيبها لهم. ما شاء الله الحلة بقت زي الفل، ما فيش حد كده يقول تسلم إيدِك يا أم أميرة. إيه رأيكم بقى؟ إيه رأيكم في الحلة ديّة؟ حاجة كده يعني قشطة، قشطة، خلّيتها زي القشطة. طبعًا أنا من وقت للتاني كل ما أغسل الحلة أقوم ماسكة إيدي غاسلاها بالسلك علشان الهباب ده بيهبِّب إيده بيخلّيني مش عارفة أمسك الحلة تاني. بصراحة يعني كده حاجة روعة، الواحد يطبخ فيها كده وهو نِفْسه مفتوحة على الآخر، اللي هو يقف على البوتاجاز والحلة قدّامه كده بتلمع. إيه رأيكم بقى؟ طبعًا هانادي لهم بقى وهاورّيهم الحلة ديّة، مش هيصدّقوا اللي أنا غسلتها ووصّلتها للمرحلة اللي هي فيها دي. بصراحة كده يعني حاجة روعة جدًا، وما فيهاش حتى ولا نقطة واحدة من الحروقات اللي كانت فيها ولا الهباب ولا السواد ولا أي حاجة، دعكة كده بقى فاخر من الآخر، هي دي الدعك اللي على أصوله. كل اللي بيدخل عندي بيبقى عاوز يسألني إيه سر لمعان الألمونيا بتاعتِك، بس بيتحرجوا النهارده هيعرفوا في الفيديو سر لمعان الألمونيا بتاعتي هو إيه، وهاقول لكم علشان أنتم اخواتي وحبايبي بصراحة. يعني هو حاجة بسيطة جدًا بنجيبها ب5 جنيه من عند المنظفات، هي الصابون البلدي أو الصابون الأسمر، في ناس ما تعرفوش ممكن تجيبي الصابون الصلايط اللي هو بتاع الغسيل كمان تغسلي بيه. أنا باعمل الصابون البلدي في البيت وهاعمله معاكم في فيديو، دايمًا ما باقطعوش بس لمّا بيخلص من عندي فجأة بابعت أجيب من عند المنظفات. بصراحة ما باحبش الصابون السايل في غسيل المواعين لإنه ولا بيلمّع ولا بينضف، هو الصابون الأسمر درجة أولى في غسيل الألمونيا عامةً، وفي غسيل أي مواعين بيكون حلو جدًا وكمان ما بيسدش الحوض.